السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمال بلماضي يعلن رسمياً عن أعظم مفاجأة لجماهير منتخب الجزائر. لنتابع التفاصيل واضغط لايك للفيديو. جمال بلماضي يوجه رسالة إلى الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي. شهد معسكر المنتخب الجزائري الأخير تألق جديد للحارس أنتوني ماندريا، خصوصاً في المباراة الودية الثانية أمام المنتخب المصري. إلا أن هذا لم يغلق باب الحديث أمام إمكانية عودة الحارس المخضرم رايس وهاب مبولحي إلى تشكيلة الخضر في الاستحقاقات المقبلة. وضمن هذا الإطار، أفادت مصادر رياضية على معلومات من مصدره في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر تشير إلى أن المدرب جمال بلماضي لا يستعجل عودة رايس وهاب مبولحي إلى تشكيلة الخضر لعديد من الأسباب، أبرزها رضاه التام عن المستوى الذي يقدمه أنتوني ماندريا المحترف في كان الفرنسي. وتفيد المعلومات نفسها بأن نسبة عودة رايس وهاب مبولحي الغائبة عن المنتخب الجزائري منذ أشهر تبقى ضئيلة جداً، رغم أن المدرب جمال بلماضي كان قد أرسل عبارات تشجيعية له خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الرأس الأخضر الأسبوع الماضي، حيث أكد أن هذا الحارس مطالب بفرض نفسه أساسياً مع فريقه شباب بلوزداد قبل الحديث عن إمكانية استدعائه في المباريات القادمة. وأنتم مشاهدين الكرام، شاركونا بآرائكم في التعليقات بخصوص الحارس المتألق أنتوني ماندريا، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ليصلكم منا كل جديد.